الموضوع ما عادش يتسكت عليه، واللي هشوفه بيدافع عن بابجي تاني هرزعه بلوك، ويستاهل الصراحة. مشهد تاني من بابجي موبايل، او تالت او رابع، او قول زي ما تقول، ما هو متعودوا خلاص يحاربوا الاسلام والمسلمين كمان. بابجي بتقول لك ازاي تطلع لربنا ومن حسابها الرسمي كمان، وطبعا من حقهم لما يلاقوا ان الشباب والمراهقين والاطفال بتدافع عنهم وبتهاجم كمان اللي بيكشف كفرهم بالله واستهزائهم بالاسلام، بعد ما عملوا تحديث فيه ايد بتنزل من السماء ومسمينها يد الجبار، ومستخدمين اسم من اسماء الله الحسنى. عاملين المره دي تحديث فيه صندوق بيرفعه ونش، المفروض انه يوصلك بالنص كده لمعسكر الله. والمصيبه ان هلاقي شويه عيال من بتوع بابجي بيكتبوا في الكومنتات شالوها واعتذروا، وانت بتهاجم وانت بتتكلم كلام ملوش لازمه، وكانهم خلاص ما بيفهموش، وكانهم مش فاهمين ان بابجي بتقصد انها تعمل كده، ويمكن الاعتذار ده بيبقى متجهز قبل ما تنزل بالمصيبه نفسها كمان. يا جماعه اللعبه دي خطيره جدا من يومها، وكل يوم خطرها بيزيد، وخصوصا تاثيرها كبير جدا، وممكن تغير في تفكير الشباب وعاداتهم وتقاليدهم كمان، وممكن جدا ايمانهم وعقائدهم. فما تستهونش ابدا وتقول انها مجرد لعبه، عشان اللعبه دي ممكن تدمر اجيال باكملها. وفضلا وليس امرا وصلوا الفيديو ده لكل مكان، لعل وعسى واحد بس يبطل يلعب اللعبه دي بسبب الفيديو ده، وده هيكون مكسبي الوحيد من الفيديو. وصلوا على النبي.